السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صدر الفرخة بطريقة حلوة جدا، كمية كبيرة. ومش صدر فرخة كبير قوي يعني، بس هنعمل منه فكرة حلوة وجديدة وبطريقة حلوة، وينفع غدوة كاملة يعني العدد كبير من الأشخاص. وممكن تعملي معاه رز ومكرونة براحتك خالص اللي يعجبك. وياريت اللي مشتركش في القناة يشترك عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير. وهبدأ ان شاء الله بإذن الله. انا معايا هنا صدر فرخة مش كبير على فكرة، هو صغير. ومعايا هنا البهارات: توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وبابريكا وكركم. وهنا دول معلقة نشا كبيرة ومعلقة دقيق كبيرة. خلاص. والدقيق دوا انا حاطه عليه نفس البهارات اللي انا قلتها دلوقتي، يعني مش حاطه عليه حاجة خالص غير كده. انا هبدأ اقطع هنا الصدر بطريقة بالعرض عشان يديني كمية حلوة كبيرة. خلاص. ممكن تقطعي كده على طول زي ما انت هتشوفي، زي ما انت شايفه. وممكن ابدا امسك الصدر الفرخه كده واقفرعه نصين، يعني كده طبقتين كده. وبعد كده ابدا اقطع تاني زي ما انا كنت بقطع، او تقطعي كده على طول لو انت عايزاها سمكها تخين. خلاص. عايزه كميه اكبر هتعملي زي ما انا قلت كده، هتفرعي الصدر كده نصين، وبعد كده تبداي تقطعي صوابع. ده كده الجزء التاني اهو، قطعته برضو. وده بقى الجزء من التاني من صدر الفرخه، هقطعه برضو كده بالعرض كده على نصين، وببدأ كل نص اقطعه بقى صوابع بالعرض برضو عشان يديكي كمية اكبر. تمام. يعني الطريقة دي هتديكي كمية اكبر من في التقطيعة. خلاص. بتبدأ تقطعيها زي كده. انا كده كنت خلصت صدر الفرخة. هبدأ معايا هنا احط هنا معلقة النشا ومعلقة الدقيق اللي انا حطاهم مع بعض، حطهم واحط عليهم كوباية من المية. ولو احتاج دقيق تاني بنحط، لقيتي السمك مناسب خلاص تمام. انا بقلب وبشوف محتاج تاني معايا ولا لا. خلاص. وبحط البهارات اللي انا قلت عليها كلها وهكتبها لك في اخر الفيديو. وبقلب كويس واشوف محتاجه معايا دقيق تاني ولا لا. لقيتها محتاجه بحط لها، يعني انا هنا احتاجت معايا معلقه، حطيت معلقه تاني من الدقيق وبقلبهم معلقه كبيره. وبقلبهم يبقى كده هي خدت معايا معلقتين دقيق ومعلقه نشا واحده، معلقتين دقيق ومعلقه نشا واحده، وبقلبهم كويس جدا. خلاص. وبعد كده بحط الفراخ اللي انا قطعتها في التتبيله دي وبسيبها حوالي نص ساعه. يعني ما بتاخدش معاكي وقت. ليه؟ لان انا مش بقعد اتبل الفراخ وحديها وبعد كده بحط هنا لا، انت دي التتبيله اللي انا باخدها احطها في الدقيق، بسيبها حوالي نص ساعه كده، تحطيها في التلاجة. وبعد كده بتطلعيها، وبعد كده بتبداي تقليها بقى عادي في الدقيق اللي احنا بهرناه. يعني انا مبهره الدقيق بنفس البهارات اللي انا حطاها هنا في الفراخ، بحط في الدقيق اللي هي نفس البهارات وملح وكده. برضو حطيت ملح يعني. وببدأ احط كام واحدة كده، حوالي 3-4 قطع، وببدأ اقلبهم كويس جدا جدا في الدقيق عشان تديكي تتبيلة حلوة وتغطية حلوة. بتبدأي تقلبيهم كويس وبتضغطي عليهم، وانت بتقلبي بتضغطي عليهم وبتطلعيهم وتحطي غيرهم. بجد حلوه خالص، وعايزه اقول لك موفره واقتصاديه وبتعمل كميه كبيره جدا، والاطفال بيحبوها مع مكرونه، مع رز، سندوتشات، وعليها سلطات وكده، وصوصات جبنه او مايونيز. بجد حلوه خالص. وببدا اخلص الكميه كلها زي ما انت شايفه كده بنفس الطريقه، بضغط عليها، اقلب فيهم تقلبتين وبضغط وانا بقلب عشان تاخد معايا خالص. وان شاء الله باذن الله الفيديو عجبكم. وببدا بعد كده اطلع، وابدا كده بقى لغايه ما اخلص الكميه كلها. انا كده خلصت الكميه كلها. ببدا بعد كده اقليها. شايفه هي واخده في الخلطه حلو خالص. وبعد كده ببدا اقليها في الزيت، بكون مجهزه الزيت وببدا احط واقلي. تمام. وانا كنت خلصت الكميه كلها. ممكن تقدمي معاها رز، مكرونه اللي يعجبك، سلطات. حلوه خالص بجد وموفره واقتصاديه، والاطفال بجد بيحبوها خالص. وان شاء الله باذن الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.